نعم. يعني مثلا أنا بعتبر من أقصى الشمال في السودان. نعم. منطقة تسمى ضنقلة. أيوة أنتم منها. أيوة. بالمناسبة ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات التي فيها ذكر قصة موسى مع فرعون. نعم. وأرسل فرعون في المدائن حاشرين. نعم. قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون. لما جاء بالسحرة. نعم. ابن كثير يقول وقد بلغنا بأنه جاء به من بلاد السودان من أرض يقال لها ضنقلة. إذا من عندكم كان التصدير يا شيخ. من عندنا. وهذا الكلام يعني بعض الناس ربما يحب ذكره، وأنا أعتقد أنه مفخرة طبعا، لأنه إذا كان سحرة وكما يقال كانوا 20,000 ثم بعد ذلك جابه فرعون. نعم. وكما قال ابن عباس أصبحوا سحرة أشرارا وأمسوا شهداء أبرارا. فهذا فخر والله. هذا يعتبر مفخرة بالنسبة لنا حين قالوا له فاقض ما أنت قاض. أقضي ما أنت قاض إنما في سبيل الإيمان الحياة الدنيا. نعم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وبالمناسبة تلك البلد التي أنا منها دخل الإسلام منها يعني إلى السودان. إلى السودان. نعم. فيها مسجد بناه عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والصحابة عانوا معاناة شديدة ما استطاعوا فتحها. نعم. يعني كان هناك من يقاومونهم، وقد اصطلح تاريخيا على تسميتهم برماة الحدق. نعم. يعني كانوا يرمون ويصيبون مهرة في الرماية. نعم. وفي النهاية اضطروا يعني أن يكون هناك يعني صلح، فالإسلام ما دخل السودان فتحا. نعم. وإنما دخله صلحا ومن هذه المنطقة من أقصى الشمال. نعم. وإنساب، والحمد لله الآن يعني يعم الشمال والشرق والغرب. تصدر الإسلام الآن. نعم. وإجزاك